اهلا وسهلا بكم متابعين قناه يوميات عائله عبد الحميد وجاد ونسوم. وحشتونا بجد، كل سنه وانتم طيبين بقى بمناسبه عيد الاضحى المبارك. النهارده هنعمل لكم روتين اليوم بتاع اول يوم العيد ان شاء الله. ان احنا دلوقتي لبسنا الحمد لله وظبطنا حالنا وهننزل بقى نصلي صلاه العيد ان شاء الله. يعني احنا فرحانين، لكن قبل ده كله بقى اشتركوا لنا في القناه وتفعلوا الجرس واللايكات الحلوه بتاعتكم كده يا جماعه. كده بقى ظبطونا بمناسبه العيد الاضحى المبارك ان شاء الله. كده ظبطوا لنا بقى الاشتراكات واللايكات والحاجات الحلوه دي. تاني حاجه بقى ان شاء الله احنا دلوقتي بقى لابسين ونازلين بقى، يعني احنا فرحه لينا المره دي بجد ان احنا هم وافقوا اخيرا هيئه الاوقاف المصريه ان هم بقى يعني النادي هنصلي صلاه عيد في النادي بتاع مركز الشباب بتاعنا ان شاء الله. وهيبقى بقى لمه حلوه بقى وهيصه وفرحه عيد الاضحى، والناس يعني كمان مبسوطه كمان بقى ان كل الاحباب بقى هيتلموا في النادي ونصلي صلاه العيد ان شاء الله. فانا برضو هنقل لكم الاحداث بتاع النادي ان شاء الله يعني، وهظبطكم في النادي بقى تشوف بقى الاجواء الحلوه بتاع صلاه العيد والتكبيرات والحاجات الحلوه دي. وادم برضو شوف ادم برضو يعني الحاجات الحلوه ومالك اللي ما نامش لحد دلوقتي. سلم على المتابعين بتاعنا اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول لهم بقى اشتراكات بقى ولايكات يا اوكا كده. لايكات اهم حاجات. ايوه واشتراكات وبتاع. فيا جماعه النهارده بقى اشتراكات. وبص احنا عاملين ايه بقى بمناسبة العيد، عيد الاضحى. تامس لبان. عاملين بقى دلوقتي بقى جهزنا برضو حاجات التسلية بتاعت العيد، برضو حاجات زي كده. جايبين بقى توفي وشوكولاتات، وفي برضو السوداني، في الترمس برضو شوكولاتة بالمكسرات اللهم صل على النبي يعني. في برضو اللي هو حاجات زي كده مقرمشات وبتاع، حاجة حلوة. وفي كراميل قهوة برضو واللب الصوبر برضو، طبعا ما بيخلاش التسليات دي في العيد وبرضو المناسبات الحلوة دي. وجبنا شوكولاتات بانواعها بقى، شوكولاته بسكوت وشوكولاته قلب وحاجات زي كده. وجبنا لكم بقى كمان كيس اهلا بالعيد اللي هو بتاع الحاجات الحلوه دي، التشكيله بتاع اهلا بالعيد ماشي. التشكيله بتاعت اهلا بالعيد بقى مش مشتمله ايه بقى، كراميلا مصاصه توفي، حاجات حلوه كتير يعني. عشان كده مسمينه اهلا بالعيد، ده بيجي بالمناسبات يعني، حاجه حلوه زي كده. وكل سنه وانتم طيبين. فانا دلوقتي هنزل بقى ان شاء الله برضه هنصور لكم الاجواء بتاع صلاه العيد تحت ان شاء الله، وهتفرحوا معانا. وكل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى مبارك، وبرضه تحت بعضكم ماشي. وهتتابعوا معانا ويلا بقى ننزل ايه عشان نصلي صلاه العيد عشان هتبتدي. احنا ماشيين في الشارع يا جماعه اهو. بص بقى اجواء العيد عاملين حاجه حلوه كتيره قوي، بلالين وحاجات حلوه اوريها لكم. وشيكو اخويا معايا اهو مراته وعيالي. فاحنا دلوقتي هوريكم بقى الاجواء الحلوه بتاعت عيد الاضحى دلوقتي اهي. بص الحاجه الحلوه دلوقتي اهو هوريها لكم. بصوا يا جماعه ماشي حاجات حلوه اهي. بصوا يا جماعه قد ايه عامله ازاي، اجواء جميله قوي، اجواء عيد الاضحى المبارك. كل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى مبارك علينا وعليكم. شوفوا عامل ازاي. بص حاجات حلوه عاملاها عشان اول مره بقى تتعمل في نادي الشباب من قيمه 5 سنين اهو. بص اجواء رمضانيه جميله. انا بيها بقى من جوه. ادم فين؟ حاجات جميله جميله قوي، اجواء عيد الاضحى المبارك. عيد الاضحى فظيعه وجميله قوي يعني، حاجه بقى لها 5 سنين اول ما تتعمل. الله يسعدك. وهنا في اهو مشدد يعني
الامن يعني ظابط الدنيا برضه، والتحذيرات وتجديدات الامن يعني، وحاجات حلوه برضه اهي ماشي. والامن هنا شادد وشايفين شغلهم تمام، وحاجه جميله، شغل جامد يعني، وحاجه حلوه برضه. بص عامل ازاي، شغل جامد قوي. اللهم صل على النبي. اجواء عيد اضحى مبارك. بصوا يا جماعه الدنيا عامله ازاي، اجواء عيد كله مبارك. ماشي، السلام عليكم. شو العيد جميل، العيد اضحى مبارك جميل. اول ما تخرجوا على طول اكسري سنه. بصوا يا جماعه جميله، وكل سنه وانتم طيبين. حاجات يعني حاجه حلوه كده تشرح القلب يعني، شغل جامد. ابو صلاح كل سنه وانت طيب يا ريس. الواد ده ما فرقش ده كله يا عم. انت هتقعدوا فين؟ بصوا يا جماعه شغل جامد، حاجه حلوه، اجواء عيد. اللهم صل على النبي. دلوقتي بقى بعد ما صلينا العيد والحمد لله، خرجنا بقى لقينا الزحمة دي كلها مستنيين بقى الكيس بتاع البلالين ده كله هيتقطع بقى. فالناس شايفة زحمة موت 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 كله على بعضه، فمستنيين بقى، فعاملين ان احنا بقى نستنى بقى نشوف البلالين وهي بتنزل من الكيس الكبير اوي ده. والحمد لله ان الاحتفال بتاع عيد الاضحى كان جامد، والحمد لله ان احنا كمان صلينا العيد في النادي، يعني حاجة بقالها يجي 5 سنين بجد. احنا كنا مش مستوعبين السنة دي هيوافقوا الكلام ده كله. فهو ما بيحاولوا دلوقتي اهو يشدوا الحبل اهو، لكن باين كان الحبل مربوط قوي، فبيحاولوا يشدوا فيه يعني. فاللهم صل على النبي، دلوقتي بقى هيشدوا الحبل على الاخر، هيروحوا منزلين البلالين دي كلها دلوقتي تحت، والشباب شوفوا واقفين ازاي. وكان يعني لمة جميلة قوي وفرحة كبيرة ان احنا كنا مش مستوعبين ان احنا اخيرا الحمد لله نصلي في النادي الشباب بتاعنا. يعني كان حاجة فرحة كبيرة لينا اول اهل المدينة بتاعتنا، والحمد لله كان يوم جميل يعني الحمد لله. فهم دلوقتي بقى مستنين يشدوا الكيس البلالين ده، بيشدوا الحبل على الاخر اهو، خلاص اهو فاضل تك. عاملين يشدوا اهو، عاملين واحد يشدوا تاني اهو، وبص عاملين يشدوا على الاخر اهو. بص يعني حاجة جميلة، ودي فرحة سعيدة. بص هتشد اهو، تقطع، عاملين يفرقع اهو، الناس عمالة تقطع فيه، حاجة فوق الروعة. فدلوقتي بقى خلاص بقى كده شدوا كيس البلالين، والشماريخ اشتغلت بقى، وكانت بجد فرحة جميلة لينا، وكله فرحان يعني، فرحة ما لها أول من آخر. كفاية اللمة الحلوة دي كلها بمناسبة عيد الأضحى المبارك. والحمد لله كل سنة وانتم طيبين. فمتنسوش بقى الاشتراك وتفعيل الجرس، وكل سنة